السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من سهير، وحشتوني موت 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 موت. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة هننزل بقى الوحدة التالتة اللي هي عبارة عن درس واحد، درس الصفات الوراثية أو الوراثة. درس لذيذ طويل وهيخوفكم منه وهيقولوكوا هتكرهوا البسلة، بس يا حبايبي البسلة حلوة طعمها تحفة. ويا سلام بقى لو حطينا عليها جزر، فالموضوع مش مخيف. بلاش تخلي حد يخوفكوا. حبوا البسلة، حبوا الحياة، حبوا العلوم، حبوني. يلا نبدأ. أول حاجة خشلي على الدرس يا عم الحاج. بيعرفني ان احنا كده كده عارفين ان في حاجة اسمها صفات وراثية وحاجة اسمها صفات مكتسبة. يعني ايه وراثية؟ قال لي دي الصفات اللي هتنتقل من الآباء للأبناء. حلو جدا. زي ايه؟ لون شعر، لون عين. يعني انا لون عيني طالع لماما، لون شعري طالع لجده، لون دماغي طالع مش عارفة لمين. الحاجات العبيطة، الحاجات اللي هي المعروفة اللي هي الصفات الوراثية اللي بتتنقل عادي. طيب، والصفات المكتسبة هي الصفات الغير قابلة للانتقال من جيل لآخر، يعني مش بتتنقل، يعني حاجة أنا بتعلمها. يعني أنا طالعة مدرسة، مفيش حد في عيلتي مدرس، عادي جدا. حد مثلا أخويا عنده عضلات بس أبويا قد كده، فعادي، دي حاجة اتعلمناها مش وارثينها من أهلنا. يبقى أنا عندي الصفة المكتسبة دي غير قابلة للانتقال من جيل لآخر، يعني مش شرط عيالي يطلعوا بيعملوا نفس اللي أنا بعمله، مش شرط لو أنا بغني هم يبقوا بيغنوا، مش شرط، دي حاجة أنا بتعلمها. طيب، هنا بيقولي هناخد بقى علم اسمه علم الوراثة. ده العلم اللي بيفسر أوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد من خلال كيفية انتقالها من جيل لآخر، إن أنا أفهم إزاي بتتنقل. يعني إيه؟ أنا دلوقتي هاجي مثلا أخلف، هتيجي ولية سئيلة كده وأنا لسه والدة والبيبي مش باين له ملامح، تقوم إيه ده؟ كلك أبوك. عارفين انتوا الست دي موجودة في كل عيلة. ايه ده ما شاء الله، مناخير عمتك الحمد لله مش شبه خالتك، قفا جدك، الكلام العبيط ده. طب هما بيعملوا كده، هل ده منطقي؟ عادي جدا. ممكن الطفل يطلع شبه ابوه اكتر او شبه مامته اكتر. ممكن، عارفين مثل العرق يمد السابع جد تقريبا، اللي هو عادي بنطلع شبه جدادنا. انا عينيا بني، جوزي يبقى عينه بني، مخلف عيل عينه زرقاء، منطقي جدا. ما حدش فينا مجنون، بس كل الفكرة انا جدي عينيه ملونة على فكرة، فممكن يطلع له عادي. يبقى انا عندي الجينات بتتنقل من جيل لايه؟ لاخر. طب انا عايزة اعرف بقى ازاي بتتنقل، وامتى يبقى شبهي، امتى يبقى شبه الصفة التانية، وايه الحاجات المنتشرة وايه الحاجات اللي ما بتظهرش، وعايزين نعرف بقى التفاصيل واحدة واحدة كده. بيفكرني بحاجات خدناها زمان في تانية اعدادي، حاجة اسمها الزهرة الخنثى، ودي الزهرة اللي عندها أعضاء التذكير والتأنيث مع بعض، يعني فيها مذكر ومؤنث، يعني فيها الطلع أو السداة والكربلة. السداة اللي هي مذكر بتبقى عبارة عن خيط وموتك هنا كده، والمؤنث عبارة عن ميسم وقلم، هو القلم تعبان شوية، ومبيض. ماشي. اللي بيحصل كان المتك بيتفتح، يطلع حبوب لقاح تتنقل عن طريق الهواء أو الحشرات أو الإنسان، وتخش ايه؟ الميسم ده يبقى فيه هنا بويضة، يتحدوا مع بعض ويحصل الإخصاب في النبات. طيب، المؤنثة اللي بتحمل الاتنين، يعني فيها المذكر وفيها المؤنث على نفس الزهرة. طيب، في حاجة اسمها تلقيح ذاتي، يعني إن حبوب اللقاح تتنقل من منتج زهرة لميسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى بس على نفس النبات. يعني مثلا هنا دي زهرة واحدة، حبوب اللقاح جت من هنا راحت هنا، يبقى ده ذاتي، التلقيح في بعضه يعني. هنا نفس الكلام، ده وردة واحدة يعتبر اهي، هي دي زهرة ودي زهرة بس على نفس الشجرة، نفس النبات، نفس الساق، فحبوب اللقاح طلعت من هنا دخلت هنا بس نفس الزهرة، يبقى ده ذاتي. طب في نوع تاني اسمه خلطي. خلطي بقى يبقى عندي زهرتين، شجرة هنا وشجرة هنا مثلا، دي مذكرة ودي مؤنثة، فتتنقل من الحبوب اللقاح من المذكرة تروح للمؤنثة اللي على نبات تاني، يبقى ده نبات آخر، يبقى خلطي. نفس النبات يبقى ذاتي. طيب، نبدأ بقى مع ايش هذا. ماشي. في بقى عالم نمساوي اسمه مندل. طيب، حاج مندل ده قعد 8 سنين بيدرس في البسلة، درس تقريبا 24,000 نبتة بسلة عشان يشوف ايه الصفات اللي بتتورث وايه اللي ما بتتورث، وليه دي بتتورث وليه دي ما بتتورث. وراجل ما شاء الله عنده طولة بال انه يقعد 8 سنين بيدرس بسلة، ما كلهاش ونام مثلا.
فهنا أول حاجة هو ليه أصلا سميناه مؤسس علم الوراثة؟ لأن الدراسة بتاعته هو اللي خلى بعد كده العلماء يوصلوا ازاي الصفات بتتنقل من جيل لآخر. طيب اشمعنى يا مندل اخترت البسلة؟ هل ده راجع ان انت بتحبها؟ يعني ده علاقة حب بينك وبين البسلة، مامتك بتعملها حلوة مثلا؟ ولا هل ده راجع ان انت بتحب تفصص بسلة؟ ولا هل راجع ان في صفات علمية؟ قالك لأ، ده في صفات علمية خلتني اختار بسلة، مش ما اخترتش بطاطس مثلا. ليه بقى البسلة؟ أول حاجة سهولة وزراعة النبات وسرعة نموه، يعني سهل ازرعها وبتنمو على طول. حلو. طب ايه تاني؟ قصر دورة حياة النبات وهو ما مكنه من الحصول على نتائج سريعة. يعني اصلا ايه قصر دورة دي؟ يعني ايه؟ بصوا كده، انا لو جيت اقول ان القطط ليها دورة حياة والإنسان ليه دورة حياة، يعني مراحل بنمر بيها، فبقول إن القطط عندها قصر دورة بالنسبة للإنسان. بمعنى مثلا القط اللي عنده سنة يقدر يتجوز، هل الإنسان اللي عنده سنة يقدر يمشي أصلا؟ ده سنة دي نونة لسه، صح؟ ما يتجوزش طبعا. بس في القطط سنة دي بالغ وبيتجوز، ولو أنثى بتولد كمان عادي جدا في سنة. طب ده ليه؟ عشان حياتهم قصيرة، يعني هم بيتولدوا بيكبروا على طول، بيبلغوا على طول، بيتجوزوا وبيموتوا، وبيكرر قصر دورة الحياة، يعني الحياة بتستمر بسرعة. احنا مثلا دورة حياتنا طويلة شوية، بناخد وقت بقى على ما نكبر وعلى ما نوصل لسن البلوغ وعلى ما نتجوز وعلى ما نخلف وعلى ما نموت، دي حياة طويلة. طب البسلة دورة حياتها قصيرة، يعني بتكبر وبتوصل لوقت التكاثر بسرعة عن باقي النباتات. تمام. تالت حاجة أزهار نبات البسلة خنثى. خنثى يعني فيها أعضاء التذكير والتأنيث، فسهل إن هو يعمل تلقيح، يعني مش شرط إن هو يزرع مذكر ومؤنث، هو خلاص كده كده عنده الاتنين، هيعرف يعمل تلقيح على طول. رابع حاجة سهل إن هو يلقحها، يعني هو بعينه وبإيده هيقدر ياخد حبوب اللقاح وينقلها. خامس حاجة إنتاج النبات لأعداد كبيرة من الأفراد، يعني بتطلع بسلة كتير في الجيل الواحد، يعني مش بينمو مثلا واحدة ولا اتنين، لأ بيطلع كمية. آخر حاجة تعدد أصناف النبات التي تحمل أزواج من الصفات المتضادة اللي يسهل تمييزها، يعني البسلة مش واحدة، يعني في اختلافات عشان نشوف بقى ايه اللي هيتورث وايه اللي مش هيتورث. طب ايه هي بقى الاختلافات اللي في البسلة؟ بس حبيبي يلا. أول حاجة مختلفة في لون الزهرة، في زهرة أبيض وفي أحمر أو قرمزي. مختلفة في وضع الزهرة، في الزهرة بتاعتها بتكون طرفية كده طالعة لفوق، وفي جانبية الزهرة بصوا على الجنب اهي. مختلفة في لون البذرة نفسها اللي احنا بناكلها، في أصفر وفي أخضر. مختلفة في شكل البذرة، في بذرة ملساء وفي بذرة مجعدة خشنة. مختلفة في طول الساق، في ساق طويلة وفي ساق قصيرة. مختلفة في لون القرن، في قرن أخضر وقرن أصفر. مختلفة في القرن نفسه في شكله، في منتفخ وفي محزز، وده احنا بنشوفه كتير. يعني في كذا اهو حاجة مختلفة عشان لما ازرع بقى واعمل تكاثر. يعني هو مثلا كان يجيب ايه؟ بسلة القرن بتاعها تخين، اللي هو منتفخ يعني، وبسلة القرن بتاعها محزز، ويعمل ما بينهم تكاثر ويشوف اللي هيطلع، يا ترى هيطلع زي ده ولا زي ده، وقعد بقى يدرس بناء على الكلام ده. واحدة واحدة بقى. أول تجربة عملها مندل، وانا عايزه هنا تركيز، وعايزه ان احنا ناخد اهم النقط نلخصها بايدينا في ورقه فلوسكاب عشان ما ننساش. الدرس ده مش صعب بس محتاج تلخيص، ماشي؟ قال لي اول حاجه انتقى، يعني نقى مندل عدد من نبات البسله، بعضها بيطلع بذور خضراء والتاني بيطلع بذور صفراء. تمام، يعني جاب شويه بسله الناتج بتاعها بذر اخضر، وشويه بسله الناتج بتاعها بذر ايه؟ اصفر، اهي دي بتطلع اخضر ودي بتطلع اصفر. المهم ثم ترك الأزهار بتاعة النباتات دي تلقح ذاتيا. يعني إيه ذاتيا؟ يعني الصفرة بتتجوز نفسها والخضرة بتتجوز نفسها، بتعمل تلقيح ذاتي. فأكيد الصفرة هي متجوزة صفرة زيها، يبقى تطلع بذور صفرة، والخضرة نفس الكلام هتطلع بذور خضرة. يبقى عشان يتأكد من نقاء صفة لون البذور، يعني يبقى اللون نقي، الأخضر أخضر نقي والأصفر أصفر نقي. تمام. لاحظ مندل أهو سبحان الله، النبات اللي بيطلع بذور صفرة طلع بذور صفرة، الله أكبر، واللي بيطلع بذور خضرة طلع بذور خضرة، ما شاء الله. فقال كده خلاص يبقى الصفة نقية. تمام. تاني حاجة زرع مندل البذور الصفرة والخضرة النقية، ولما طلع نبات سماها الآباء، دي بقى اللي هيعمل عليها التجربة، صفرة نقية وخضرة نقية. بعدين انتزع أزدية بعض أزهارها قبل نضج متكها. يعني إيه؟
مش احنا عارفين ان هي خنثى؟ يعني فيها من هنا طلع اللي هو مذكر يعني اسمه طلع او سداه، خيط ومتك، وفيها ميسم وقلم ومبيض، صح كده؟ والمفروض ان هي لو نضجت بقت كاملة ساعتها حبوب اللقاح هتخرج هنا وتروح هنا. فلو دي مثلا بتطلع بذور صفرا خلاص هي كده كده هتطلع بذور صفرا، فهو مش عايز يحصل تلقيح ذاتي، عشان كده هو عايز يجوز الصفرا للخضرا. فعمل ايه؟ نزع الأزدية دي، يعني جاب الأزدية دي كده قام شالها بقى اهو، شال الأزدية دي. خرابي انا شلت كله شال الأزدية وساب الميسم بس. ليه؟ عشان يروح مثلا يجيب حبوب اللقاح من زهرة بتطلع بذور خضرا ويقوم حاططها في الميسم اللي بتطلع بذور صفرا، ويشوف بقى يا ترى اللي هيطلع اخضر ولا اصفر. فاهمين؟ يبقى اهو ليه شال ليه شال الأزدية؟ لمنع حدوث التلقيح الذاتي. تمام. أجرى عملية تلقيح خلطي، نقل اهو حبوب اللقاح من متك أزهار النبات اللي بتطلع بذور خضرا للميسم اللي بتطلع بذور صفرا، والعكس، وحبوب اللقاح من متك اللي بتطلع بذور صفرا لميسم اللي بتطلع بذور خضرا، يعني لخبطهم على بعض. طب بعدين غطى المياسم بعد تلقيحها عشان ما يحصلش تلقيح تاني، يعني ما تتجوزش تاني، لمنع حدوث التلقيح الخلطي لها مرة أخرى. وزرع البذور بقى اللي نتجت، لقى ايه بقى؟ لقى ان كل اللي طلع انا مجوزه المفروض نبات اصفر واخضر، يا اما هيطلع اصفر يا اما اخضر يا اما الاتنين. لقى ان كل اللي طلع اصفر بنسبه 100%، وده سماه الجيل الاول، يعني اول جيل. وصفه اللون الاخضر ما بانتش خالص، يعني ما طلعش ولا واحده خضر، رغم ان انا جايبه حبوب اللقاح مثلا من الزهره الخضراء اصلا اللي بتطلع بذور خضراء، ما طلعش اخضر، طلع كله اصفر. تمام. فقال ان صفه اللون الاخضر اختفت، حلو، والاصفر ظهرت بنسبه 100% في الجيل الاول. فقال ان صفه اللون الاصفر دي هنقول عليها صفه سائده. يعني ايه سائده؟ عارفين لما بقول حاجه غلبت على حاجه؟ سائده يعني غالبه. يبقى سائده معناها ان هي تسود او تغلب على صفه اللون الاخضر. يبقى الاصفر غلب على تلعثم، الاصفر غلب على الاخضر وظهرت بقى بنسبه 100% اهو. طب ولون الاخضر سماه متنحيه، متنحيه دي اللي بتاخد جنب بتختفي، يبقى عشان هي اختفت تمام في الجيل الاول، اختفت تماما. يبقى تاني هو جوز ايه لايه؟ نبات بذوره خضراء لنبات بذوره صفراء، طلع كل الجيل اصفر، فقال ان دي صفه سائده هي اللي بتغلب. والاخضر قال عليه متنحي عشان ما بانش. تمام. بعد كده سابهم يلقحوا ذاتي تاني، يعني البذور اللي هي طلعت الجيل اللي طلع بيطلع بذور صفرا ده سابه يلقح ذاتي لوحده. لقى ايه بقى؟ ان الجيل التاني اللي هو المفروض بذور صفرا مع بعض بتتلقح لوحدها، لقى طلع 75% اصفر و25 اخضر، يعني الصفة بتاعت اللون الاخضر اللي ما كانتش باينة بانت تاني. عشان ما نتلخبطش يا سنة تالتة، انا عندي اهو مندل جاب حبوب لقاح من زهرة ايه؟ بتطلع بذور خضرا، نقلها الميسم زهرة بتطلع بذور صفرا، حلو، طلع الجيل كله اصفر. الزهرة بقى اللي طلعت اصفر دي سابها تتلقح مع نفسها ذاتي، لقى ان اللي طلع اخضر واصفر، يعني الاخضر اللي كان اختفى رجع تاني. زي ما انا مثلا ممكن اطلع لون عيني نفس لون عين جدي مثلا، يعني لون عين جدي امي ما خدتهوش بس انا خدته، هنا نفس الكلام. اللون الاخضر ما بانش في اول جيل بس بان في تاني جيل. بنسبة كام؟ بنسبة 25% بس. يعني الاصفر برضو هي لسه سائدة، هي لسه غالبة، 75% اصفر و25 اخضر، يعني بنسبة 3-1. 3-1 دي 75 عبارة عن 25 و25 و25، فاهمين؟ فهي بنسبة 3-1. طيب نيجي بعد كده هنا ملخص اهو، ان هو جاب صفرا نقي وخضرا نقي، لما عمل لها تلقيح خلطي طلع 100% اصفر، سابها تتلقح التاني ذاتي طلع 75 اصفر و25 اخضر. بناء على كده عمل مبدأ اسمه مبدأ السيادة التامة، وهو ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهما صفات وراثية نقية مضادة لبعض. يعني لو أنا عندي صفة نقية وجوزي عنده صفة نقية وطلع صفة واحدة غلبت، يبقى ده كده مبدأ السيادة التامة. طيب واحدة واحدة بقى، بيقول لي هنا أنهي صفة سائدة، يعني أنهي صفة بتغلب على أنهي صفة في نبات البسلة. احنا قلنا ان هو مختلف في لون القرن، مختلف في لون الزهرة، في وضعها. طب مين بقى اللي بتغلب؟ أول حاجة السائد ان الأزهار يبقى لونها أحمر، يعني دي بتظهر في الجيل الأول، مش احنا قلنا السائدة بتظهر في الجيل الأول بنسبة 100%، وفي الجيل التاني بنسبة 75%.
والمتنحية ما بتظهرش في أول جيل، وفي تاني جيل بتظهر بنسبة 25%. يعني تاني قال لي إن اللون الأحمر بيغلب على اللون الأبيض، معنى كده إن في الجيل الأول الأحمر هيكون 100%، والأبيض هيكون 0. ده في أول جيل. طب بعد كده الأحمر هيكون 75%، والأبيض هيكون 25%، لأن دي سائدة ودي متناحية. نفس الكلام بقى هنا، الزهرة الأغلب بتبقى جاية على الجنب، يعني أنا لو عملت تكاثر هلاقي أول جيل كله الزهر بتاعه جاي على جنب. بعد كده لو عملت تكاثر تاني هلاقي 75% جاي على جنب و25 بس طرفي. طيب لون البذرة الأغلب أصفر والمتنحي أخضر، الأغلب أملس والمتنحي مجعد، الأغلب الساق طويلة والمتنحي قصير، الأغلب القرن يبقى أخضر والمتنحي الأصفر، الأغلب القرن المنتفخ والمتنحي المحزز. طيب واحدة واحدة بقى ناخد الفروض بتاعة مندل. أول حاجة الفروض دي يعني ملخص بقى التجربة اللي هو عملها. بيقول لي إيه مندل؟ تعالوا نتكلم هنا على التطبيق عشان نفهم، بعدين نقول الفروض نفسها. هنا بيقول لي إن أنا لو بتكلم على صفة اللون بتاع بذرة البسلة، قال لي هتتنقل صفة اللون بذرة البسلة من جيل لآخر عن طريق الأمشاج، اللي هي من الذكر حبوب اللقاح ومن الأنثى البويضات. ما هو أنا مثلا لو أنا جيت أتجوز هنقل إزاي الصفة العيالي؟ هطلع بويضة، الزوج هيطلع منه حيوان منوي، هيتحدوا هيكونوا الجنين. الحيوان المنوي ده فيه الصفات بتاعة الذكر والبويضة فيها صفاتي، فساعتها هيطلع الجنين شبهي أو شبهه، صح؟ طب نفس الكلام في النبات، الذكر الزهرة المذكرة طلعت حبوب لقاح والمؤنثة طلعت بويضة، هنا قايل نفس الكلام اهو، واحنا بنسميها أمشاج. حلو. بيتحكم في الصفة بتاعة لون البذرة عاملين وراثيون، واحد مثلا أصفر والتاني أخضر. حلو، يعني أنا مجوزة نبات أصفر وأخضر، فأنا عندي لونين أهو. هنا نفس الكلام، أنا عندي حاجة من الأب وحاجة من الأم، لون ولون. طب بعدين هينعزل العاملين دول، يعني هيبعدوا عن بعض، بحيث يحمل كل مشيج عامل واحد من العاملين دول. تمام. بعد كده بعد الإخصاب بقى لما يجتمعوا مع بعض، لو جه أصفر مع أصفر ساعتها هيبقى أصفر نقي. حلو كده. طب ولو جه أخضر مع أخضر هيبقى أخضر نقي. تمام. طب لو جه أصفر مع أخضر، أسأل نفسي بقى سؤال، مين فيهم سائد؟ الأصفر هو السائد، صح؟ يبقى ساعتها هيطلع أصفر طبعا بس غير نقي لأن داخل معاه أخضر. طيب نفس الكلام هنا، قال لي لو جه سائد مع سائد يبقى سائد نقي. طب متنحي 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 نقي. طب سائد ومتنحي يبقى صفة سائدة غير نقية. طيب الفرد اللي بيكون فيه سائد وسائد مثلا فيبقى سائد نقي، أو متنحي ومتنحي ومتنحي نقي بيقول عليه فرد نقي. واللي فيه سائد ومتنحي بيبقى فيه صفة سائدة غير نقية، فبقول عليه فرد هجين. هجين يعني فيه حاجتين عكس بعض. تمام. واحدة واحدة بقى. هنا ايه هي الأمشاج؟ دي الخلايا اللي يتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثية. كل دي بقى تعريفات. هنا القانون اللي مندل قال لي لو في فردين عكس بعض بعد التزاوج هيبقى في صفة إحدى الفردين بس، ودي هتبقى الصفة السائدة هي اللي هتكسب، وهتبان في الجيل الأول ب100%، وفي الجيل التاني هتبان بالصفة 3:1، يعني السائدة هتبقى 3/4 والمتنحية 1. هنا بيقول لي بقى في ضوء ما سبق أنا عندي جين سائد، وده اللي بيبقى موجود في الصفة السائدة. هيظهر امتى الجين السائد ده؟ لو أنا عندي سائد وسائد أو زائد أو نفسي أبطل أقول السين زال. طب لو أنا عندي سائد وسائد أو سائد ومتنحي، ساعتها السائد هيكسب في الحالتين. طب المتنحي بيظهر امتى؟ لما بيبقى متنحي ومتنحي بس، أصل لو متنحي معاه سائد مين هيكسب؟ السائد، صح؟ يبقى أنا عندي السائد لازم يكون جين سائد وجين سائد زيه، فيبقى سائدة نقية. طب لو سائد ومتنحي السائد هيكسب بس هتبقى سائدة غير نقية. طب امتى يظهر المتنحي؟ لما يبقى متنحي ومتنحي بس، لأن لو جبت له سائد زي كده ساعتها هتطلع برضو سائدة. طيب نيجي بعد كده هنا بقى، ده ملخص اللي احنا قلناه كل دي. نخش بقى على التعبير عن التجارب بالمسائل بقى. المسائل دي حلوة جدا جدا يا سنة تالتة ومحتاجة تركيز. هنا بيقول لي رموز ان الفرد المذكر ده الرمز بتاعه دورية وطالع منها سهم، المؤنث دورية ونازل منها موجب، التزوج اكس، اباء بيرنس بي، الجيميتات جي، الجيل الاول يعني فاميلي 1، الجيل التاني فاميلي 2. طيب
هنا بيقول لي لو انا عندي عايزه اعبر عن صفه لجين سائد بكتب الحرف كابيتال، ولو سمول بكتب، لو متنحي بكتب الحرف سمول. طب لو انا قلت مثلا صفه سائده بس مثلا ايه، هجينه، يعني صفه سائده وجواها صفه متنحيه، هكتب الكابيتال والسمول مع بعض. يعني مثلا انا عايزه اكتب ان انا الشخص الطويل هقول تي كابيتال، والقصير تي سمول. تمام كده؟ يبقى انا عندي الصفة السائدة تي كابيتال اللي هي الطول، يبقى القصير تي سمول. ما اروحش اكتب حاجة تانية، ما اروحش مثلا حد يقول لي طب طول يعني طويل وقصير يعني شورت فاكتب اس او اتش، لا، انا بكتب بتاعة السائدة. يعني الطويل طول، يبقى انا هكتب في السائد تي كابيتال، بس في المتنحي هكتب تي سمول. طيب لو هو سائد نقي هقوم كاتبة تي كابيتال تي كابيتال. طب لو الساق قصيرة، يعني قصير، يبقى دي صفة متنحية ما بتظهرش غير لو نقية، يبقى تي سمول تي سمول. طب لو سائد غير نقي يبقى تي كابيتال تي سمول. تعالوا نفهم كده. هنا مثلا بيقول لي النبات أصفر القرن. أصفر، أصفر دي صفة مالها متنحية صح؟ القرن الأغلب بيكون أخضر. المتنحي ده بيظهر إمتى؟ لما يكون اللهم صل على سيدنا محمد، يكون اتنين متنحي، لأن لو في سائد كان كسب. طيب واحدة واحدة، هو هنا قال لي طول الساق تي، أزهار بيضاء ار، قرون صفرة جي سمول، والبذور الملساء ار كابيتال. طب يلا، قرون صفرة جي سمول، يبقى أنا هكتب جي سمول جي سمول، لأنه أصفر نقي. لأن كده كده عرفت منين إنه نقي، لأن الصفة المتنحية مش هتظهر يا سنة تالتة غير لو نقية. حاولوا تفهموا قصدي. أنا عندي حاجة اسمها صفة سائدة بتظهر عادي، لو هي سائدة مع سائد هتظهر، لو سائد مع متنحي برضه هتكسب وتظهر، والمتنحي مش بتطلع غير لو متنحي ومتنحي مع بعض. فانا عندي هنا قال لي اصفر، خلاص انا عارفه ان الاصفر ده متنحي، يبقى دايما سمول وسمول مع بعض اهو، جي جي. طيب ازهار حمراء نقيه، انا فاكره ان الحمراء في الجدول اللي احنا قلنا فوق هي السائده، وان البيضه هي الايه المتنحيه. فهنا بيقول لي حمراء. طب هنا مش مديني رمز يمثل ازهار الحمراء، بس مديني البيضاء ار سمول، واحنا قايلين ان احنا بناخد حرف في الصفه السائده. ما انا عندي الورد، تعالوا افهموا قصدي كده، الازهار في منها ايه؟ احمر وابيض. مين السائد؟ الاحمر، يبقى ده اللي انا هعتمد حرفه. طب احمر يعني ريد، يبقى حرفه ار. طب السائد ار كابيتال، يبقى الابيض ار سمول. عشان كده هنا اداني على طول الازهار البيضاء ار سمول، ما ادانيش مثلا وايت. فاهمين؟ انا باخد الكلمه بتاعت الحرف السائد او بتاعت الحاجه السائده. فهنا بيقول لي حمراء نقيه، حمراء يعني سائده يعني ار كابيتال، نقيه يعني ار كابيتال ار كابيتال، ما هو الاتنين نقي بقى. طيب بذور ملساء هجينة، حلو، الملساء ديت هي الصفة السائدة، هجينة يعني ملساء ومعها متنحي. طب واحدة واحدة، الملساء ار كابيتال اهو، طب المتنحي اقوم كاتبة ار سمول، يبقى هي كده سائدة بس هجينة. ازهار بيضاء مش هتظهر غير لو الاتنين ابيض، يبقى ار سمول ار سمول. طب هنا تي سمول تي سمول، معنى كده ان هي كسر الساق، لأن الساق الطويلة كانت تي كابيتال، يبقى القصيرة تي سمول. طب جي كابيتال جي كابيتال، فين جي؟ أهي، قرون صفراء، كابيتال وكابيتال يعني قرون خضراء. طيب لأن دي السائدة يبقى قرن أخضر. طب الشاطر يقول لي ده كده أخضر نقي ولا هجين؟ كابيتال وكابيتال يبقى نقي. لو كان كده جي كابيتال جي سمول يبقى أخضر هجين. طيب طول الساق هجين، بصوا لو طول الساق كان تي كابيتال، لو قصير يبقى تي سمول. طب هجين يعني الاتنين تي كابيتال تي سمول. بذور مجعدة، الملساء ار كابيتال يبقى مجعدة ار سمول ار سمول. هنا بقى ناخد مثال، انا هشرح دي وبعدين نحل مسألة وهوقف، ماشي؟ اول حاجة بيقولي لو انا عندي فردين اتجوزوا، تمام، نباتين بسلة، واحد بذوره صفراء نقية والتاني بذوره خضراء، مع ذكر النسبة بين الأفراد الناتجة حتى الجيل التاني. أول حاجة هعمل جيل أول، بعمل إيه؟ بكتب صفراء نقية، الأصفر يعني إيه؟ مش دي السائد؟ البذور الصفراء سائدة يعني يلو، فأقوم قايلة واي كابيتال واي كابيتال عشان نقية. وخضراء هقوم عاملة واي سمول واي سمول، أهو ده اللي هو عمله هنا.
وبكتب جنبيهم بي ان دول البيرنتس اهو. بعد كده بعمل انعزال عوامل اللي هي الجينات، فبقوم كاتبه جي وبقوم فكه دول، يعني الواي كابيتال والواي كابيتال بعمل كده، واي كابيتال لوحديها في دايره، وواي كابيتال لوحديها في دايره، وواي سمول لوحديها اهي، وواي سمول لوحديها اهو. فككتهم كل واحده في دايره في دايره. بعدين بقوم كاتبه اف 1 اللي هو الجيل الايه الاول. بعمل ايه بقى؟ ركزوا في الحته دي، الاول مع الاول، والاول مع التاني، والتاني مع الاول، والتاني مع التاني. تاني، الاول مع الاول، يعني ده بصوا رقموا كده 1 2 1 2. حلو كده. الاول مع الاول اهو، واي كابيتال واي سمول اهو، واي كابيتال واي سمول. بعدين تعالوا نكتبها هنا، الاول مع الاول. تعالى رايحه فين رايحه فين؟ انا اسفه اهو. يلا هرقم 1 2 1 2. يلا واي كابيتال واي سمول اهو، واي كابيتال واي سمول اهو. الاول مع الاول. خلصت دي كده اهو. الاول مع التاني يبقى 1 2، يبقى برضو واي كابيتال واي سمول. بعدين التاني مع الاول يبقى واي كابيتال واي سمول. بعدين التاني مع التاني يبقى واي كابيتال واي سمول اهو. تاني، الأول مع الأول واي كابيتال واي سمول أهو. الأول مع التاني واي كابيتال واي سمول أهو. التاني مع الأول واي كابيتال واي سمول أهو. التاني مع التاني واي كابيتال واي سمول. طلع إيه بقى اللي عندي؟ إيه الناتج؟ مش هنا في واي كابيتال يعني صفة سائدة صح؟ يبقى أنا عندي طلع سائدة، بس هل هي سائدة نقية يعني الاتنين كابيتال ولا معاها سمول؟ معاها سمول، يبقى هي سائد غير نقي. يبقى أنا هقوله 100% نبات أصفر بس هجين يعني غير نقي. تمام. نيجي بعد كده، عايزة أجيب الجيل التاني. أعمل إيه؟ أجيب 2 من النواتج دول وأخليهم هما الآباء، فأقوم عاملة بيه أهو البيرنتس. مين المرة دي؟ واي كابيتال واي سمول مع واي كابيتال واي سمول. نفس الكلام أكتب الجي. تعالي هنا أهو الجي، هقوم فاصلاهم واي كابيتال لوحدها أهي في دايرة، واي سمول لوحدها. بعدين افصل دي واي كابيتال لوحدها، واي سمول لوحدها. بعدين ارقم 1 2 1 2. الاول مع الاول واي كابيتال واي كابيتال. بعدين الاول مع التاني واي كابيتال واي سمول. بعدين التاني مع الاول بس بكتب الكابيتال قبل السمول يبقى واي كابيتال واي سمول. بعدين التاني مع التاني يبقى واي سمول واي سمول. طيب تعالوا كده نشوف بقى كل حاجة طلعت نفصصها مع بعض. واي كابيتال واي كابيتال دي صفة سائدة عشان فيها كابيتال، بس الاتنين زي بعض يبقى سائد نقي. تمام. نكمل، يعني ده أصفر نقي صح؟ أهو أصفر نقي. طيب واي كابيتال واي سمول سائد، بس سائد ماله بقى شطار؟ سائد هجين، سائد غير نقي، يعني أصفر هجين، أصفر غير نقي. طب يلا دي زيها. طب دي واي سمول واي سمول، سمول مع سمول، يعني ده صفة متنحية يبقى ده متنحي. يعني اللون ايه بقى؟ مش اصفر يبقى اخضر، يبقى ده اخضر، وطبعا ما بتظهرش غير وهي نقية، اخضر نقي. في مشاكل؟ يبقى اهو طلع اصفر نقي، اصفر هجين، اصفر هجين، اخضر نقي. وضحت كل حاجة. تعالوا نعد بقى كام واحدة اصفر. اهي دي اصفر 1 2 3. طيب طلع بنسبة 3. إلى كام واحد أخضر؟ 1، يعني 75% إلى 25%. ده التطبيق على الكلام اللي مندل عمله. يبقى تاني كده ما نتلخبطش، المسائل دي لذيذة بس نعرف الخطوات. أول خطوة بكتب البيرنتس وبشوف الآباء اللي هي مدهاني. لو سائد نقي بكتب كابيتال كابيتال، سائد هجين بكتب كابيتال سمول، لو متنحي بكتب سمول سمول. بعدين بقوم فصلاهم عن بعض كل حاجة لوحدها. بعدين أرقم، والأول مع الأول، الأول مع التاني، التاني مع الأول، التاني مع التاني. تعالوا نحل مثال تاني بقى. أنا عايزة مثال أهو. الشكل المقابل يعبر عن أفراد الجيل الأول الناتج من تكاثر جنسي بين نبات حمراء نقية وأبيض نقي. أحمر نقي يعني R كابيتال لأن دي الصفة السائدة، ونقي يبقى R كابيتال R كابيتال، وبيضاء R سمول R سمول صح؟ لأن دي متنحية. تعالوا بقى نشوف هنحلها ازاي. تعالوا نحلها في النوتة.
يلا احنا قلنا ايه؟ قلنا اور كابيتال اور كابيتال، دي الآباء اهي بتاعتي، ادي بي. ماشي، هتتجوز مين؟ اور سمول اور سمول. طب واحدة واحدة، هعمل الجي، جي هنفصلهم صح؟ هقوم كاتبة اور كابيتال في دايرة لوحدها اهو، اور كابيتال في دايرة لوحدها اهو، اور سمول في دايرة لوحدها، اور سمول في دايرة لوحدها. أرقم 1 2 1 2. يلا الأول مع الأول، دي كده مين؟ الفاميلي الأولى، العائلة الأولى. أول مع الأول يبقى اور كابيتال اور سمول، الأول مع التاني اور كابيتال اور سمول، التاني مع الأول اور كابيتال اور سمول، التاني مع التاني اور كابيتال اور سمول. طب يلا كله طلع عملها سائدة بس هجينة، يعني أحمر 100%، أحمر غير نقي، يعني صفة سائدة غير نقية. لو قال لي الجيل التاني، يعني عايز بقى، استنى أنا كنت بطلع هنا ازاي؟ اهو. لو قال لي عايز الجيل التاني، واحدة واحدة هقوم جايبة أي 2 من دول مجوزاهم. يلا هقوم عاملة بيه تاني اهو، العائلة التانية. يلا كده اور كابيتال اور سمول، تزاوج اور كابيتال اور سمول اهو. نعمل ايه؟ نعمل الجي التانية، نفصلهم، اور كابيتال لوحديها اهي، اور سمول لوحديها، اور كابيتال لوحديها، اور سمول لوحديها. بعدين اعمل الفاميلي التانية. يلا 1 2 1 2، الأول مع الأول اور كابيتال اور كابيتال، الأول مع التاني اور كابيتال اور سمول، التاني مع الأول بس بنكتب الكابيتال الأول يبقى اور كابيتال اور سمول، التاني مع التاني يبقى اور سمول اور سمول. طيب تعالوا نشوف كده ايه اللي طلع. ده أحمر نقي، طب ده أحمر هجين، طب ده أحمر هجين، طب ده أبيض ماشي اللي هو متنحي. طب يلا كده كام واحدة أحمر؟ 3، يبقى 3/1، 3 أحمر 1 أبيض، اللي أنا بقول عليها 75/25. في مشاكل؟ المسائل زي ما قلتلكوا لذيذة، مفيهاش أي حاجة صعبة. يعني أنا ممكن إيه أوقف لحد هنا، ولو انتوا عايزين مسائل تانية قولولي ونحل مع بعض. يعني أنا مستعدة أنزل لكم مسائل كتير ونحلها سوا، والمسائل كده كده لذيذة وجميلة، مفيش حاجة صعبة، حتى الأفكار اللي بتيجي مش بتكون صعبة. يعني أنا حاسة إن أنا عايزة أحل معاكم حاجة تاني، فتعالوا مثلا نشوف. تعالوا نحل المثال ده بالمرة عشان يبقى ضميري مستريح. هنا بيقولي تم التزاوج في ذبابة الفاكهة بين ذكر وأنثى كلاهما طويل الجناح، وكان الناتج 27 فرد طويل و9 قصير. وضح ذلك علما بأنه يرمز للجين صفة طول الجناح بالرمز تي، وصفة قصر الجناح بالرمز تي سمول. طب واحدة واحدة، 27 و9 يعني برضو نسبة كام؟ 3/1 صح؟ امتى كان بيطلع معايا 3/1 دي؟ لما كنت بعمل 2 هجين مع بعض. يعني هتلاقوا هنا في إرشادات اهو، بيقولي لو حصل تزاوج بين فردين تظهر عليهم الصفة السائدة ونتج عن تزاوجهما أفراد فيها صفة متنحية، يبقى كل الأبوين هجين. يعني الاتنين كانوا هجين مع بعض، كان هيطلع معايا 3/1. في برضو تركزوا على واحدة تانية مكتوبة هنا، لو حصل تزاوج بين فردين وطلع 50% سائد و50% متنحي، ده معناهم إن واحد هجين والتاني متنحي، وهكذا بقى. انتوا تبصولي على الإرشادات دي وهتفهموا قصدي. بس ما علينا، تعالوا نحل كده. 2 هجين تمام، يعني أنا إمتى يطلع معايا 3/1؟ لو الاتنين هجين. لو عايزين نلخصهم لكم دول قولولي هلخصهم عادي، بس يلا نكمل. 2 هجين وقال لي الرمز تي، يبقى أنا هعمل تي كابيتال تي سمول، دي الآباء أهي. أنا عايزة أحلها في النوتة أحسن، كنت مرتاحة أكتر. يلا 2 هجين يعني تي كابيتال تي سمول، دي الآباء أهو. تزاوج تي كابيتال
تي سمول، وهتأكد من كلامي على فكرة في الآخر. طب الجي هفصل، يلا تي كابيتال لوحدها، تي سمول لوحدها، تي كابيتال لوحدها، تي سمول لوحدها، أرقم 1 2 1 2، الأول مع الأول في الفاميلي الأولى. يلا تي كابيتال تي كابيتال، بعدين تي كابيتال أول مع التاني، تي كابيتال تي سمول، تاني مع الأول تي كابيتال تي سمول، التاني مع التاني تي سمول تي سمول. طب يلا كده، ده طويل نقي، ده طويل هجين، ده طويل هجين، ده قصير وطبعا ماله نقي. يعني فعلا طلع 3-1، 3 طويل و1 قصير زي ما هو قال لي في السؤال اللي هو كان 27 و9، صح؟ يبقى أنا كده حليت المسألة. لو عايزة أهو، هو هنا الحل أهو مديهولك. طيب خلاص، أنا ممكن أبقى أعمل حصة حل لو انتوا محتاجينها، بس أنا شايفة إن الدنيا سهلة يعني. وبرضه عرفوني يعني، متتكسفوش عادي، انتوا كده كده بتكلموني وكده كده أي حاجة انتوا عايزينها بتخشوا تقولولي، وأنا أختكم الكبيرة وعادي جدا، ماشي؟ المهم إن انتوا تذاكروا، تحلوا كتير على الدرس ده، ما تفوتوش، هاتوا الأسئلة بتاعة الدرس وحلوا مسائل عليها. المسائل لذيذة وجميلة، نمشي على خطوات ومش هنتلخبط، نحفظ التعريفات والقوانين اللي في الدرس اللي هو القانون الأول لمندل، والدنيا هتبقى بسيطة ولذيذة خالص. وبحبكم جدا يا سنة تالتة، وشكرا ان انتوا كملتوا معايا لحد هنا، وباي باي.